داعش لا تحتاج الى هذا المشروع ما يسمى بالحشد الشعبي. سيكون ضحايا القتل. هذه نقطة راس سطر. لا يمكن، وهذه خير دليل. الأنبار وصلاح الدين وكل مناطق لا يمكن دخولها ولن يدخلوها، وأنا مسؤول عن كلامي. راح يقتلون هباء بدون نتائج. راح يقتل الحشد الشعبي. يقتل الحشد الشعبي. الجيش ما يقدر يسوي شيء. يعني اليوم احنا جايبين ناس اطفال ما يعرفون يشيلون سلاح نحطهم في مهلكة. هذه نقطة. النقطة الثانية، من هم السنة الآن اللي شاركوا؟ مع احترامي إذا كنا نذكر أسماء، من هو حميد الخايس وفلان وفلان من الخايس. اسمح لي، مزبلة السنة عندما باعوا ضميرهم وشرفهم. هو قاتل قاعدة معنا نعم، حتى نكون منصفين، ولكن عندما يطفر ويصبح إنسان رخيص أداة بيد سياسيين وحكومة، أعتقد أنه هذا له قيادة ولا نعرفه. شنو تعليقك؟ والله أنا أترفع عليه أرد عليه، لأنه هو أكبر كذاب، ويدعي نفسه قاتل القاعدة وكان يتخم هنا بالجادرية، واحنا جبناه وحطيناه عيب من البعثاف من باب حية، قلنا خليه يجي واحد من عندنا وياهم. مع العلم البعثاف كلهم قاتلوا خير منه، واللي هسه هم متبرين منه عشيرته. وانا اتحدى يطب الانبار، هذا عايش على الكذب والاحتيال والنصب، هاي شغلته. دجال يعني يشتغل على ألف وجه. طيب بس قال وجهة نظر عرفنا من الخلاف. مال الحشد الشعبي مال الحشد الشعبي والله لا يطبونه غصبا عن لحيته وشاربه. لا هو مو يطبون غصبا، انا خلينا نكون منطقيين. الامريكان طبعا اذا هو رجل وعنده ناس يقول انا مو عندي ثيران العشاير اللي يكذب، هو طبعا يكذب ما عنده كل شيء فارق. خله يجي هناك يواجهنا. مو هذا الحق؟ اي ما يريد يواجهك وجود ايراني وجود اي وجود ايراني. الحشد الشعبي ايرانيين. هو يعتبره ايراني. مو هو بمرض نفسي، عنده انفصال بالشخصيه، هو اصلا فاشل اجتماعيا. الله وكيلك ترى حتى اجتماعيا فاشل هو. طيب بس وجهة نظره خلينا نفصلها. طبعا انا اذكر انه التصويت مستمر، يمكنكم التصويت على اجوبة الشيخ حميد الهايس ولا يضوج من كلمة شيخ. التصويت الان 90% مقتنعين باجوبتك، زينة ترى. لا والله مو زينة. لا ايش قد تريد يعني؟ انا كلها اطلع بها جول. طالع الاول. زين. شيخ حميد، الامريكان دخلوا الانبار والفلوجة وكانت خسائرهم كبيرة. الجيش دخل الانبار والفلوجة كانت خسائر كبيرة. لماذا لا تقتنعون بان دخول الحشد ايضا سيكون نفس المصير؟ راح اقول لك خوفا على الحشد مو نكاية بالحشد. شوف اقول لك سالفة الدواعش ما يخافون بس من الحشد. ليش؟ عندهم سلاح وعندهم روح قتالية وانا عندي كامل المعلومات. حتى ذاك اليوم من صار الدعاية الحشد وصل عمليات مصادرنا اللي بالداخل الحشد قاموا يزينون بالحياة. اقول عفوا للدواعش. طيب خلينا ننتقل قولوها واملؤوها في الملأ، هي حرب سنة وشيعة. حربنا مع إيران هي حرب ديانة ومعركة سنة وإيمان وتوحيد. هي طائفية بجدارة، وإن لم تكن طائفية جعلناها طائفية. الحرب مع إيران حرب شيعة وسنة، والضرب بيننا وبينهم في البارد والعسكر والجيوش هو ضرب شيعة وسنة. إنما هذه اليوم أولويات، وأولى الأولويات هي مواجهة التمدد الصفوي الشيعي الإيراني الظالم. إن اليهود قد عاشوا في فلسطين فسادا منذ أكثر من 70 سنة، ما رأينا من فسادهم ولا من ظلمهم ولا من جورهم بقدر ما صنعت الرافضة من فساد في العراق وإيران على مدار 3 سنوات. هذا تعرفه؟ أعرفه. إمام الحرم المكي. هذا لوقي مال الحكام. هسه هو إمام الحرم المكي. هو لوقي مال الحكام. أنتم ليش طابقين ويا إيران؟ هاي معركة سنة. ويا أي إيران يا أبا هذول ورطونا بالثمانينات، سووا لنا حرب النيابة. وقعوا العراق بها لأن خلوه يحبح بيان. فشوف ما يقدر يحاربون يكذبون، تحداهم. ولا يقدر يدخلوا المعركة برية ويا أي دولة. باليمن عاصمة الحزم. بالطيارات على المساكين الفقراء. هي حرب سنة وشيعة هاي؟ لا شنو يعني؟ استنجدوا بهم حكام اليمن. هاي الحرب اللي بالعراق اليوم. لا حرب ضد الارهاب. اقول لي هو منو متأذي من الاكثر؟ والمناطق السنية متأذية اكثر. لذلك البعض يقول رافع العيساوي يقول هذا الحالة سولف هذا يدور له ورقة يشلب بها انه فكرة يرجع على الساحات وغيرها. يجوز يرجع. ما يرجع. ليش ما يرجع؟ ما يرجعون. شلون يرجعون؟ كيف يرجعون؟ من يخليهم؟ الحكومة تخليهم، الدولة تخليهم. والله اذا خلتهم الحكومة لا تخلينا نحكي على الحكومة.
ليش تستحي من الحكومه؟ ليش ما تحكي؟ والله الله يطيح حظ يخليهم ويجيبهم ويحفي عنهم. هي لو هيك اقول لك تجيب لي ارهابيين قتلوا مجرمين مسببين شنو الارهاب اللي اخي بلد شنو جريمه رافع العيساوي؟ شلون؟ شنو رافع العيساوي هو احد قيادات المتظاهرين وعافهم هم انهزم قاعد بدمهم اما له شغله بهم بعد. ده المطلوب. مطلوب ياخذ جزاءه. طيب يعني اليوم المعركه بالعراق مو معركه سياسية. ابدا. بعد معركه شنو؟ معركه ضد الارهاب. انت عندك علم لو ما الحشد الشعبي والفتوى انا وياك هسه ما قاعدين هنا نسولف. يعني مو كل شيء يقتنعون بهذا الحكي. يقتنعون انا عارف ايش صار ما صار. زين خلينا ناخذ عاصفه الحزم تستنجدون بالسعوديه. احمد ابو ريشه راد عاصفه الحزم. قادسيه ثالثه. قادسيه ثالثه يخليه يحرر بيته ومنطقته عنده والقادسيات. في غير اكو احد يسانده. هذول قاعدين بالخليج يا ابن الحلال شو يسولفون حكام الخليج على لسنتهم. ولا يعني انت مصدق؟ مو انا بكره يدزون علي تعال احمد والله انت وقفت ويانا راح وقت هاي اللواقه لوقيه تعرف اللوقيه؟ ما تحتاجون عاصفه حزم. ما نحتاج لا عاصفه حزم ولا عاصفه تصخام اللي يصخموا جولي يسولفونها. لا ايش تحتاجون؟ نحتاج الحشد الشعبي واحنا ايد بايد ونسحق داعش وبداعش. انا اشكرك. خلينا ناخذ فاصل ثم نعود. اصبح سمعت هذا القانون مال تقسيم وشيء. هسه يقولون انه هذا مو ملزم قد يلزم الرئيس المقبل لكن مشروع التقسيم شبح يطارد العراق. اذا اصبح رافع العيساوي رئيسا للدولة السنية سأقود المعارضة المسلحة ضده انطلاقا من الدولة الشيعية. اني؟ اي والله مو من الداخل. لا لازم يصير بالدولة الشيعية. وين والله لو عزراين ضد هذول والله ما خلي اسلامي يحكم الانبار. مو اسلامي رافع العيساوي. لا بالله اسلامي ونص. رجال طق لحيته مو ما عليك بطق اللحيه. والله ما خلي اسلامي يحكم الانبار الا نخليها محافظه مدنيه عصريه بعيده عن التظاهرات ولا بعد وين شو اسمه الانبار. صبرك علينا صبر. لازم تنهي كل العمايم. العمايم الفلوجه بها 1000 جامع لازم تنهيهن. والله العظيم بهم مع جوامع الفلوجه يحكمون بهن المدنيين يعدمون بهن المدنيين. والله بعمليات اغتصاب. يعني اذا صار رافع العيساوي رئيس للدوله السنيه ما يصير اقليم سني دوله سنيه ما يصير واذا صار ولا يصير دوله سنيه ولا يصير اقليم سني ارتاح. واذا صار وشو نخليهم يصيرون؟ كيفهم؟ ومو بكيفك انت. كيف امريكا احنا نشتغل عند امريكا ترى عيب هذا الكلام. كل ما يسولف امريكا طايرين ورا سوالفه. احنا مو شعب ما عندنا اراده ما عندنا قياده. اكو اراده دوليه واكو اراده شعبيه واحنا بكيفهم. حتى قسمنا قبل ما يقسمونا هسه. زين واحد قال لك حميد الفارسي لو ما تتذكر. والله اتذكر. الشيخ رعد سليمان. هل تفتخر بوصفك حميد الفارسي او حميد والله سليماني؟ والله هذا نكره. لا هسه انت لا تتجاوز لي عليه. والله نكره والله. انت حميد سليماني تقبل يعني ترتضيها؟ اقبل بكل شيء. تجينا اذا اتتك مذمه. هي مذمه واحد يقول لك انت هي مو مذمه قاسم سليماني. زين طيب اسال رعد هو شنو فضله على الانبار وشنو فضله على العراق؟ انا اقول لك قاسم سليماني فضله على العراق. يعني شارك الحشد الشعبي بالاسلحه. حبا بالعراق غير مصالح. لا خوفا من الارهاب. اي مصالح الارهاب من هالقوم. يعني هسه يقبل امريكا جت تقاتل القاعده خلينا نقول ولا قتالهم مو هالقد. اي والايرانيين دا يدعمون العراقيين بقتال القاعده ما ادواش نفسهم القاعده. زين شنو الضير بذلك؟ الضير اطماع ايرانيه يعني وتوسعيه. اقول لك هو العراق ايش بده يطمعون به؟ العراق ايش بيه يطمعون به؟ شنو الماضي حتى انا سالت حكام مسؤولين ايرانيين كبار قلت لهم عندكم طمع بالعراق؟ اي قالوا والله لا جوكم مثل جونا ولا قاعكم مثل قاعنا ولا نفطاتكم مثل نفطاتنا. ما تقول ايش عندكم نفطاتنا بس الاخبار. احنا بس محصلين من الجو بس الاخبار واللي تراب الحرب الضيبه. كم مره رايح لايران؟ 7 مرات او 8. انت ما يعجبني اروح. هيك شخصيه لو تروح دعوات؟ كل اروح بدعوات واستقبال بالمطار. ملتقي بالقيادات الايرانيه؟ التقيت برئيس البرلمان الايراني ووزراء ومسؤولين. سليماني ملتقي به؟ لا. ليش؟ والله ما صادفت له تيال التقي به اذا عندكم مجال التقي به. ليش لا؟ تعجبك شخصيه سليماني؟ جدا. شنو اللي يعجبك به؟ شجاعته. مو بس سليمان شجاعك هو كثيرين شجاع. شجاعته وتحدى العالم كله والعالم كله يدور له. والعراق يعاقب بسبب سليماني هذه؟ ما يعاقب العراق. زائر وجسلم شنو يعني؟ يعني انت اليوم نسميك حميد شو تسميني انا ما يهمني المسميات انا مو فارق. انا اولا عراقي عربي عراقي. حميد سليماني. هذا متخم هذا اللي سولف هاي السالفه. هذا يدور ظهور. طيب هو وين؟ عمان. كم سنه صار لما طب الانبار؟ مش ما ادري غير تتعرف؟ بيت احرقوه. اي يعني معناه يعني معناه مضار من داعش. حكوا علي. خاف ما تدري.
يعني انت شنو عندك ميليشيات تحرق بيوت والله العالم؟ مو انا والله حرقت كانوا يحرقون بيت أقول له اذا والله لهدم حتى بيته. هذا كذاب، الله وكيلك يدور ظهور على اساس هو فد شيء. كذاب هذا. طيب في مال حارث الضاري. طيب تسمع دخول الحشد الشعبي. متردد السيد العبادي بدخول الحشد الشعبي؟ والله يمكن عليه ضغوط امريكيه. السيد العبادي ما مضطر يعني يضغطون على اذا ما ضاغطين عليه الامريكان خليه يصدر قراره ويدخلون الحشد الشعبي، وحتى وليش هم بغداد تخلص من الطلايب، هم النازحين يردون، لانهم كلها برقبته ويتحمل المسؤوليه. والامريكان ليش يضغطون على العبادي؟ الحشد الشعبي قوة قاتل، حالها حال البيشمركة، حالها حال الجيش، حالها خايفين منه. قابل راح يحتل واشنطن انا الحشد ادري الشعبي. ظهرت قوه قويه تعيد للعراق هيبته ويريدون يظل مع الحل. شوف صديقك القديم الصورة اللي بعدها يا اخوان. ليش تضحك؟ والله انا والحزب الاسلامي اذا تحطنا بالجنه فاعوف في الجنه واروح على النار. ليش من يقول انتم بالجنة اثنيناتكم اصلا؟ ما يجوز، الله اعلم. يجوز شنو رايك برجوعها؟ ما يرجع. حين منصفه يرد. النائب رئيس الجمهوريه مطرود، لا يرد يرجع النوب. مظلوم. شو يريد يسوي له رد؟ مظلوم ولا ما مظلوم؟ شو يريد يسوي له رد؟ رحم الله امرا ينجب الغيبه عن نفسه. رجل مؤثر بالواقع الاقليمي، عنده علاقات. لا خلى رئيس منظمه اسلاميه مدري دينيه بترك له. شو تاثيره؟ طيب شوف الصوره اللي بعدها. صديقك هم صديق يعني قاعد وياه ملتقي بيه. قاعد ويا اوباما. شنو رايك فيه؟ متردد قوي؟ لا والله ضعيف. اوباما مو قوي، شنو قوته؟ سوى عقلاني مو مثل بوش. جيبوا الامريكان قالوا راح نضرب الدواعش هي 500 غاره باليوم. زين بالانبار ايش قد تقديراتكم يبقون؟ قلنا لهم ما يبقون 10 ايام. زين وما ضربوا باليوم لو غاره لو اثنين لو مرات ماكو نهائيا. متاكد من هذا؟ اي متاكد. الحكومه تقول غير شيء. انا متاكد انا كيف اللي يسولف. زين هسه اذا اوباما قدامك ايش تطلب منه؟ والله مو بكيفي امريكا مؤسسات هسه هي شيء هذه جاملك الرجال. والله اقول له اذا عندك كيميائيات شيء يقتل الدواعش انطيني اياه، شو اقول له؟ اي والله عندي هسه شيء يموتهم فرد نوب انا مستعد اموتهم. شوف اللي وراه هم صديقك القديم. خطيه هذا راح. ليش؟ بالعكس موقفه جيد ضد داعش. لا هو ضد داعش بس تعبان عمره. تحمل مسؤوليه ماضيه؟ والله تحاكاني وجه اللي وجهه وقلت له. ايش قلت له؟ قلت تراك انت لك بلع بالخراب بذاك الوقت. قال انت ما تعرف شيء. قلت له براحتك. هاي وين شفته؟ اكتب وجانا للمضيف مره هم جانا للانبار. وين قصدك بالخراب 2006 2007؟ اي والله حاشيته وجه اللي وجه. طيب